السلام عليكم. أفادت مصادر إعلامية أن الشرطة الألمانية اعتقلت محمد بودريقة رئيس فريق الرجاء الرياضي بمطار هامبورغ الدولي بعدما كان في طريقه للقاء جوزيف زينباور مدرب الفريق الأخضر. وسافر بودريقة من الإمارات إلى ألمانيا بطلب من المدرب الألماني زينبور، الذي اقترح على مسؤولي الفريق الأخضر لقاء به في هامبورغ الألمانية، حيث كان يخضع للعلاج بسبب فيروس أصيب به. خلال الاحتفالات رفقة الجماهير واللاعبين بالتتويج باللقب كأس العرش، حسب ما أكده مصادر مسؤول. نشكركم على المتابعة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.